بعض. اول حاجه احنا عايزين نقول ان النوم مش بس قله عدد ساعات، لكن ممكن قله كواليتي. يعني ايه كواليتي؟ جوده النوم. يعني احنا عايزين يبقى في جزء كبير من النوم بنسميه النوم العميق او الديب سليب. احنا عندنا النوم بيتكون من 3 حالات او 3 مراحل: مرحله اللايت سليب، مرحله الديب سليب، مرحله النيرم. مرحله اللايت سليب اللي هي مرحله ما قبل الدخول في النوم، انت لسه ايه بتنعس، اللي هي في اول النوم وفي اخر النوم. تمام. النيرم المرحله اللي انت بتلاقي عينيك بتربش فيها، او انت بتلاقي وانت نايم كده عينيك كانها بتغمض وتفتح، بيبقى فيه بلس كده، كان فيه بلس. ومرحله الديب سليب اللي هي من اكتر المراحل المهمه بالنسبه لنا. مرحله النيرم دي بيبقى فيها الاحلام، دي من الحاجات برضو الكويسه جدا، اللي برضو المراحل اللطيفه او المراحل اللي هي بتساعد في تحسين كفاءه المخ. مرحله الديب سليب اللي هي اهم مرحله، اللي هي بتخليك فعلا تستريح، بتخليك فعلا تستغرق في النوم وتستغرق في الراحه، او تستغرق في ايه، في ان انت بتفضي عن حاجات السلبيه اللي موجوده في دماغك، سواء حاجات عضويه او حاجات نفسيه، يعني الاثنين. تمام. فبالتالي احنا محتاجين نزود الكواليتي بتاعت النوم، ان احنا ما ننامش كل نومنا يبقى لايت سليب. لايت سليب ده هو بينوم بقى نوم خفيف. فبيقول لك في ناس بتقول لك اصل انا نمت وحسيت ان انا لا انا قايم تعبان، انا نمت 10 ساعات، نمت 20 ساعه، بس لسه قايم تعبان. ليه؟ لان احنا ما بنخشش في الديب سليب.